السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعال كده يا حبايبي نعمل القراقيش أو المنين أو كعب الغزال. هنعمله بكوبايتين زيت كده يا حبايبي، ونضيف لهم إضافة جميلة أوي هتحول الزيت معانا لريحة وطعم السمنة البلدي. ان شاء الله انا متاكده هتعملوها وهتعجبكم الفكره الجميله دي. هتوفر معاكي لو ما عندكيش سمنه، هتوفر معاكي وهتعمليها وهتجربيها وتدعي لي ان شاء الله. كده حبايبي سخنت كوبايتين الزيت وضفت عليهم بقى كوبايه الزبادي، وهحاول استنى لما يدوبوا خالص في الزيت. دابوا همت في الزيت خالص اهم يا حبايبي. طلعوا كتل كده صغيره بيضه هنصفيها، وهنضيف هنا الكوبايه لكيلو الدقيق، معلقتين سمسم، معلقتين سكر بودر، ومعلقتين لبن بودر، ومعلقه كده من ريحه الكحك، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، رشه ملح، معلقه صغيره من الخميره الفوريه او مكعب خميره بيره من اللي انا حطاه قدامكم في الكوبايه ده. شايفين يا حبايبي الزيت وجماله بقى فاتح وجميل، وتحول ما شاء الله ريحه وطعم السمنه البلدي. ما شاء الله هتعملوها وهتعجبكم أوي، وانا متاكده ان شاء الله. كده بقى يا حبايبي هنحاول بقى نبس الزيت وهو سخن كده. هنزل بمعلقه ريحه الكحك عشان تطعم معانا كده. احاول بقى ابس الدقيق بالماده الدهنيه، اخليه كله يتشرب من الجمال ده. شايفين؟ اللهم بارك يا حبايبي. يلا لازم ندلدق. يلا الحمد لله الحمد لله، ربنا يعيننا جميعا على حالنا يا رب. ضفت بقى هنا يا حبايبي معلقه كده كبيره من اللبن البودر او معلقتين المتوفر عندك، كله تطعيمه للقرصه معاكي زي ما ضفناه للكحك كده. ما شاء الله بيدي نتيجه جميله جدا. كده بقى حاولت امزج بقى وابص المعلقه البيكنج باودر مع الخميره البيره، هي ضفتها في كوبايه مع معلقتين سكر. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. العجينه ما شاء الله هتاخد معايا كوبايه ونص من السوائل. عايزه تضيفيهم ميه، عايزه تضيفيهم لبن، ما شاء الله. بس اللبن لو الحاجه هتعملي كميات وهتقعد معاكي كتير ما تضيفيش غير ميه، عشان خاطر الحاجه تفضل معاكي جميله ما تريحش. شايفه يا حبيبتي؟ بحاول بقى اتوه كده كوبايه اللبن لما تاهت طفت النص التاني، ومش هحتاج تاني اكتر من كده. يبقى خدنا سوائل كوبايه ونص من الميه. العجينه ما شاء الله ملبن معايا، اللهم بارك. هنسيبها بقى كده حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة بالكتير خالص، عشان احنا في الحر. شايفين يا حبايبي؟ يبقى احنا مش عايزينها تخمر تخمير كامل، وهنقوم جايين شغالين فيه. فاكرين الفيديو اللي عملنا سوا العجوة اللي عاملة زي الملبن دي قبل رمضان؟ ما شاء الله شوفي بتنفع وجي وقتها ازاي. حاولت بقى افردها بين كيس التلاجة كده حبايبي العجينة، والعجوة معايا كانت اوريدي هي في الكيسة ومفروضة بسيط خالص. بس هحاول اطلعها كده واقطع الكيسة من جنب كيسة التلاجة، وافردها برضو بحيث تبقى حوالي سمك 5 سنتي للعجينة او للعجوة. بكل اريحية خالص هتعملي احلى كعب غزال ممكن تدوقيه. مهما جبتي من بره اشكال والوان مش هتبقى زي ما تعملي عمايل ايديكي، وعمايل بحب، وعمايل برضا. الف هنا وشفا يا حبايبي. تعملوا لحبايبكم الحلو كله يا رب، وتتهنوا بيهم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين ومع حبايبكم متهنين ومتجمعين دايما في الخير وعلى الخير. اللهم امين يا رب. يدي اولادنا وينجحهم ويشفي مرضهم. امين امين يا رب العالمين. حاولت بقى افرد العجوه معايا كده يا حبايبي على الكيسه زي ما قلت لكم، واديها شكل مستطيل كده، بحيث تبقى نفس السمك ونفس الحجم بتاع العجينه اللي هحطيها فيه. فاهمه ازاي حبيبه قلبي؟ طبعا انتوا كلكم اشطر مني بكتير، بس احنا ادينا بنحاول نوصل لبعض المعلومه، ويا رب تكون كده المعلومة بتوصل بكل سهولة، واقدر اكون بفيدكم واتشرف بكل اخواتي وحبايبي اللي بيقولوا لي كلمة حلوة. الله يسعدكم ويراضيكم. كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا في القناة وجودكم على راسي من فوق، ربنا يحقق لكم كل ما تتمنوا وزيادة يا رب. حاولت برضو هسوي كده العجينة مع العجوة اللي حطيناها، ونحاول ندي حاجة بسيطة كده من
من الفرد عشان العجينة والعجوة تبقى ما شاء الله سمك جميل كده، والاتنين يبقوا متداخلين مع بعض بسمك خفيف، بحيث اما تستوي في الفرن ما تلاقيهاش كلها عجين من جوه. خدي بالك من حاجة زي دي. وما نسوي ما نسويش على نار عالية قوي، هي 180 كويس جدا على الرف الاوسط، وتتابعيها. بتاخد حوالي نص ساعة عشان تبقى واخدة سوا كامل، والعجينة جوه تبقى مدية توريقة مش عجين. خدتي بالك ازاي حبيبتي؟ بنحاول نرول كده بطريقة بسيطة خالص وبكل سهولة، والعجين الزيادة نحاول نستغنى عنه عشان مش عايزينها تبقى كلها عجين زي ما قلنا زي ما قلتلك. ونقوم جايين مقفلين بقى العجينة معانا، ونحاول نرولها كده حاجة خفيفة، بحيث تبقى السمك معاكي جميل كده وما شاء الله، وكله متداخل العجوة والعجينة، حاجة بقت حاجة واحدة، حاجة خفيفة كده على قد ما تقدر. شايفة الجمال يا حبايبي؟ بكل سهولة، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ونحاول بقى كده يا حبايبي نقطع السمك اللي يريحك، بس كل ما الحاجة بتبقى وسط بتبقى جميلة قوي. يعني قيمة صباعين كده وقطع، صباعين وقطع. طبعا الفرن بنكون مسخنين، هنسيبها كمان نص ساعة تتخمر، ونقوم مسخنين الفرن قبل ما نحط فيه اي حاجة. خدي بالك من حتة تسخين الفرن قبل ما تضيفي له اي حاجة. قلت اما اعمل شكل كمان نرجع بالغزال، هنعمل قراقيش من اللي هي الصوابع دي. فردت كده عجينة يا حبايبي بشكل مستطيل، وبرضو خدت قطع العجوة كده وفردتها جوه منها بشكل مستطيل. وهحاول بقى اقفل كده. جودي بتقول لكم اوعي تنسوا اللايك، اوعي تنسوا اللايك. ربنا يسعدكم حبايبي يا رب، ويحقق لكم كل ما تتمنوا. الفيديو طبعا بيرفع الفيديو، واللايك قصدي بيرفع الفيديو. وطبعا كل ما الفيديو يتشاف كل ما القناة تكبر بيكم، ويحقق لكم كل ما تتمنوا. الله يسعدكم حبايبي يا رب، اللهم امين. شايفين يا حبايبي؟ نقطع بيض كده برضو بالطول كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين العجوة جوه العجينة ازاي؟ ما تحاوليش تطخني الحاجة عشان تبقى الحاجة رقنقة معاكي وطعمها كده بسم الله ما شاء الله. كده حبايبي عملت كل الكمية اهوت بالعجوة، وجت على حتة بسيطة كده. قلت كانت العجوة خلصت، قلت اعملها معاكم كده قراقيش جميلة سادة. بتحاولي تفردي العجينه كده وتقومي جايه برمها. الحركه دي بتخلي جوه الصباع كده يا حبايبي فراغات هوا، وتخلي الصباع كده القراقيش مش مكتومه، لا تاكليها هشه معاكي كده. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله. العجينه ما شاء الله زي الملبن، اللهم بارك. شايفين الجمال يا حبايبي؟ صوابع بقى بالقطاعة اللي هي المشرشرة دي، بالسكينة، المتوافر فضل ونعم. وتحاولي برضو الصباع لا يبقى تخين ولا يبقى رفيع، حاجة كده وسط بين الاتنين. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. شوفوا يا حبايبي، بحيث تديله مساحة كده لما يخمر يبقى يبقى سمكه جميل معاك. وادي يا حبايبي استوى بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين السوا من جوه والتوريقة؟ الصباع ما شاء الله القراقيش واخده سوا من فوق ومن تحت، حتى اللي بالعجوه. شايفين الرقات من جوه؟ اللهم بارك. زي ما قلت لك كل ما بتدخنيش العجينه كل ما بتبتدي توريق من جوه، اللهم بارك. شايفين الرول من جوه حبايبي؟ العجينه جوه العجوه، اللهم بارك على الجمال. تعملوها كده وتتهنوا حبايبي. متنسوش اختكم باللايك والاشتراك. الله يسعدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.